الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد اليوم بعد ظهيرة 19 ربيع الأول من 1445 للهجرة. سبحان الله، الآن في أحد المساجد المهمة والكبيرة والتاريخية في العالم الإسلامي، بل في العالم كله. هذا المسجد بناء يعود إلى ما قبل الإسلام وظهور الإسلام، يعني يعود للعهد الروماني. وفي الأصل هذه كانت عبارة عن كنيستين، الكنائس الرومانية. والغريب في الأمر والعجيب في الأمر فيها الكثير من المزايا، يعني فيها 6 أماكن للمحراب. والآن نرى أنه وجهة القبلة هكذا كما ترون، لكن في الأصل هي لأنه كانت كنيسة بهذه الوجه بنيت. بالمناسبة هذه الكنيسة الآن هذا المسجد كما قلنا يعود تاريخه إلى العهد قسطنطينية، تاريخ عظيم. بعد فتح البلاد تم تحويل هذه كنيستين عظيمتين وتراث عظيم كما نرى. فإن هذا محراب سبحان الله، نرى فيه مزايا كثيرة. وقد تم في العهد الإسلامي أكثر من مرة تم حرق أو تسببت في أحراق في المسجد وأضرار تم ترميمها مرة أخرى. مثلا في عام 1663 تقريبا حدث فيها حريق وتم ترميمها مرة أخرى. سبحان الله، نرى أشياء عجيبة وتصميم عمراني رهيب في ذاك الزمان. والبناء مثل في قمة الروعة والهندسة المعمارية لذاك. والتقدم والازدهار ذاك يبين لنا التقدم والازدهار ذاك الوقت ذاك الزمان. والحمد لله، نرى هذه الزخرفة العمارية العجيبة. هذا مصلى خاص للنساء كما ترون. اليوم 14/10/2023. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.